السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم من جديد في قناه فاطمه زهره جوهره البسيطه. كيف ما كتشوفوا غادي نصوبوا كيكه ديال الكوكوت كتجي رائعه، مكونات اللي هما بساطين. نمشيو المقادير. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندي 3 البيضات، 2 خمارات، كاس ديال دانيت، كاس القهوه، كاس سكر سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، وعندي الكاكاو الخام. هنا واحد الرشه ديال الملح في داك الجبانه. غادي ندير نوضع البيضات ديالي، البيض بدرجه حراره المطبخ، حجم كبير شويه البنات. هنا كنخلطوه هو والسكر سنيده. ضروري تخلطنا يعني بشكل جيد مع السكر سنيده ديالنا. يعني درت في هذه الكيكه البنات غير كاس سكر سنيده. اللي بغى يدير كاس ونص، يعني اللي كيبغي حلاوه زايده يدير كاس ونص. هنا البنات غادي ندير ديك الكاس الا ربع ديال الزيت كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنخلط مزيان. فانا مسرعه الفيديو باش ما يجيش هذا الفيديو ثقيل او ممل للبنات كيف ما كتشاهدوا. هنا غندير كاس ديال القهوه ديالي نص الصباح. طيبت قهوتي فطرت بها وبقات ليا القهوه، قلت علاش لا اللي ما نتصاوبش بها كيكه، علاش نضيعها اولا نلوحها. نصوبوا ان شاء الله بها كيكه كتجي غزاله هذه الكيكه هذه. ونشوفوا البنات راني درت واحد الياغوط ديال او علبه دانون شوكولا. كيجيب في هذه الكيكه غزال متواتي مع القهوه، متواتي مع ديك الكاكاو ديالنا، كيجي غزال البنات. هنا البنات راني درت كاس الاول ديال الدقيق الناعم، درت له 2 معالق ديال الكاكاو كيف ما كتشاهدوا معنا، وكنغربلوه مزيان البنات، وكنخلط بواحد الشكل اللي هو كيف ما كتشوفوا شكل دائري باش كيتخلط معنا داكشي كامل وما كيبقاش حبيبات ديال الدقيق. هنا البنات كنزيد الكاس الثاني وكنضيف ديك 2 خمارات ديالنا اللي ذكرت معاكم. الحجم ديال 8 غرام، يعني عندي 2 16 غرام. هنا البنات كنغربلوهم حتى هما مزيان مع الدقيق، وان شاء الله غادي نكملوا الخلط كيف ما كتشاهدوا. هاد الكيكه البنات كتجي كيكه غزاله بزاف، صدقوني كتجي كيكه روعه، كيكه ديال الكوكوت. هنا البنات كنزيد ديك نصف كاس ديال الدقيق وكنخلي منه واحد شويه، يعني ما كنضيفوش كامل، حتى كنخلط وكنشوف القوام اللي انا بغيت. وهنا كنحصل على القوام اللي بغيت البنات بركه. هذا هو القوام اللي انا بغيت، يعني كيبقى من داك نص كاس كيبقى واحد تقريبا معلقه، نص معلقه يعني كبيره. هنا البنات كيف ما كتشوفوا راه كتكتب معايا ديك 8. ووصلت للقوام اللي بغيت، جبت الكوكوت ديالي درت لها شويه الزيت، رشيتها بالدقيق غير النص ديالها، مرشوهاش كامله. يعني الكوكوت عندي ديال الوزن ديالها ديال 5 لتر، وكنكب فيها داك الخليط ديالي. وان شاء الله هنا راني شاعله البوطه، يعني ما غنديرهاش في الفران، غنديرها فوق البوطه فوق النار. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نحيد لها الصفاره، يعني محيده لها الصفاره، غنسدها مزيان كيف ما كتشوفوا، ونمشي نوضعها فوق النار كيف ما كتشاهدوا. الشعله فهي قليله بزاف، ضروري كنخليوها قليله باش كتوجد معنا البنات هاد الكيكه، وكتوجد معنا تقريبا في 52 دقيقه كتكون واجده. ها انتم كيف ما كتشاهدوا الكيكه ديالي كتكون واجده غزاله. كنخليها تبرد غير شي شويه وكنقلبها على الوجه الثاني كيف ما كتشاهدوا كتقلب بكل سهوله. غادي نقلبها، غنوضعها فوق النار تحمر غير من الوجه ديالها غير واحد شويه، وغنولي نحيدها. يعني هنا فاش كنحمرها في هذا الشكل هذا كنكون محيده لها الغطاء ديال الكوكوت. هنا البنات غندير واحد الصوص شوكولا، كيجي صوص اللي هو غزال رائع لذيذ، يعني مكونات بساطين بزاف البنات. هنا كنوضع 2 ديال المعالق ديال الكاكاو كيف ما كتشاهدوا. غادي ندير له 2 معالق ديال السكر سنيده، يعني كل معلقه غندير لها معلقه سنيده، 2 معالق ديال سنيده. غندير واحد العلبه ديال دانيت شوكولا كيف ما كتشاهدوا. هاد العلبه ديال دانيت يعني الحجم الكبير ديال 2 دراهم ونص. والكاس ديالي ديال القهوه كيف ما كتشوفوا قهوه عاديه، يعني ماشي اللي سريعه الذوبان، القهوه اللي كطيب
كنخليها على جنب وكنخليها حتى كتبرد وكنصوب بها يعني المسائل ديالي. هنا هاد الصوص هذا كيجي بالقهوه كيجي غزال البنات، صدقوني ضروري تجربوه وتردوا عليا البنات، كيجي صوص غزال غزال غزال. هنا البنات غادي نخلطها مزيان، غندير غير نص كاس ديال القهوه كيف ما كتشاهدوا، غادي نحصل على القوام اللي بغيت وغادي نرجعها فوق البوطه، غتاخذ غير واحد الصدمه ديال باش ديك المكونات يتخلطوا مع بعضياتهم. يعني عندي غرض انا غير نديرها فوق البوطه غير باش كيذوب ديك السكر سنيده، كيذوب داكشي كامل، كياخذ واحد الصدمه وكنولي نحيدهم فوق البوطه. هنا كان البنات عندي شوكولا ديال الدهن، اي شوكولا بغيتو، ما كانش كتزيدوا جوج طريفات ديال درهم اولا هادو كتاخذوهم كتوليو ديروهم، ما كانش بلاش. هنا كنخلطهم مزيان في داك الكاسرونه ديالي محدها سخونه كيف ما كتشاهدوا البنات باش كتذوب. وهنا كنفرق الكيكه ديالي على جوج، يعني في النص. كنقطعها بالموس بكل سهوله او قطعوها بالخيط، قطعوها باش ما بغيتو. وهنا داك الصوص ديالي ضروري كنرشو في الكيكه الداخل ديالها باش كتجينا معلكه من الداخل وكتجينا رطبه. وهنا البنات الا بغيتو ترشوها بالقهوه، القهوه كنرشوها بالقهوه ونوليو عاد نديروا لها هاد الصوص هذا، كتجي غزاله ولذيذه وكتجي فنه فنه البنات، صدقوني كنتمنىكم تجربوها. وهنا البنات من بعد ما كيتبقى لي داك شويه ديال الصوص ديالنا كيف ما كتشاهدوا، انا غنوضعو فوق الكيكه وغادي نتكها بالكيغدون ان شاء الله باش غادي تدخل مع هذاك الصوص مع ديك الكيكه كيف ما كتشوفوا البنات. وكان نوزع ديك الصوص شوكولا ديالنا على ديك الكيكه كامل باش كتغطى حتى من الجناب. وهنا البنات كانت تكون الكيكه ديالنا واجده، كنرشوها باش ما بغيتو تزوقوها من الفوق. انا غنختار نزوقها بالفيرميسي الالوان بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كتجي فيرميسي الالوان كيجي غزال، اعطيها واحد المنظر اللي هو زوين ما بين الكحل وديك تموج الالوان كيجي زوين. وغادي نديرها في الثلاجه حتى كتبرد البنات وكنقدموها بصحه وراحه. وكتجي الكيكه ديالنا على هذا الشكل هذا من بعد ما بردات، كنقدموها مع قهيوه مع عصير مع مناضه مع اتاي مع من ما بغيتو البنات. الكيكه ديالنا كتكون واجده وبصحتكم وراحتكم. وما تنساونيش البنات من لي لايك وبارطاج فضلا وليس امرا، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه البنات. ونقول لكم بسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلامه.